مساء الورد. الفنان محمد عساف، محبوب العرب. اليوم انت في مدينة نابلس، بعرف مشاعرك شوي جياشة لانه انت من زمان ما زرت نابلس. ايش كلمتك في هالليلة الجميلة اللي احنا موجودين فيها حاليا في منطقة سما نابلس؟ يا سيدي، أول شغلة أنا شرف عظيم لي أكون بين أهلي وبين أحبتي وبين أبناء شعبي بكل مكان من ربوع فلسطين. خاصة اليوم كان تواجدي في مدينة نابلس، مدينة جبل النار، المدينة الرائعة العظيمة بأهلها وناسها بكل محل في نابلس. صراحة يعني شفت هالابتسامة وهالمحبة العظيمة من أهلنا في نابلس. إلي عن جد إن شاء الله بوعدكم إنه دائما تتكرر هذه الزيارات إن شاء الله. بوعدكم أكثر إن شاء الله نعمل إن شاء الله كذا حفل إن شاء الله في نابلس، خاصة لأهلنا في نابلس. عن جد يعني كنت حابب من زمان وحاولت، لكن الظروف كانت يعني إنه هي منعتني في بعض الأحيان إنه أنا أكون مع أهلنا في نابلس. لكن بشكل عام وخليني أحكي بهالأجواء الرائعة إنه عن جد شكرا لأهل نابلس على هالحفاوة وعلى كرم الضيافة. انتم أهلنا ولحمنا ودمنا وشعبنا وإحنا بنتشرف فيكم. يعني أكثر من هيك يعني نفسي أقول الكثير صراحة على نعم الأشياء الرائعة اللي شفتها بين أهلي وشعبي فينا. أنا بدي أكون عنصري يعني كشخص بشتغل في جامعة النجاح الوطنية. إيش كلمتك لطلاب الجامعة النجاح، طلاب يعني الجامعات الفلسطينية يعني كمان، لأنه أنت كمان يعني في قلوب الطلبة أكيد يعني صراحة إنه شيء عظيم لما نتكلم أيضا عن صرح علمي فلسطيني كبير كجامعة النجاح، معروف لدى كل مواطن فلسطيني داخل فلسطين. بتوجه بالتحية لكل الطلبة والطالبات في جامعة نابلس وإدارة على فكرة الطلاب تحديدا جامعة النجاح بيستنوا فيك يعني وبنتظروا فيك بقلب يعني متشوق لرؤيتك. بوعدهم إن شاء الله أن أكون قريبا في جامعة النجاح بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، وكثير مبسوطين فيك في مدينة نابلس. ومدينة نابلس عن جد اليوم نورت في محبوب العرب الفنان محمد عساف. أهلا وسهلا بك، مع التحيات. شكرا.